السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده يا رب. اليوم في مطبخ امنيه الوالدات حنحضر معكم كيكه عيد ميلاد، يعني بلا جينواز بطريقه احترافيه وتجيكم بزاف سهله وما تشدش معكم الوقت بزاف. هنايا ندوز مباشره طريقه تحضير الجينواز. قلت لكم طريقه احترافيه تاع المحترفين. واش ديروا؟ عندي هنايا 4 حبات تاع بيض، فصلت الصفار عن البياض. هنا فقط ملاحظه البنات، هنايا في الجينواز الاصليه يجوا فيها 5 حبات تاع بيض. انا البيض اللي عندي كان كبير بزاف، درت 4. الا كان عندكم البيض متوسط الحجم ولا صغير ديروا 5. وفصلوا الصفار عن البياض. عندي 130 غرام تاع السكر كريستاليزي، 130 غرام تاع الفارينه، و60 غرام تاع الحليب، و60 غرام تاع الزيت، ملعقه صغيره لافاني، نصف ملعقه صغيره خميره كيميائيه، قرصه تاع الملح باش نطلعوا بها لا ميراغل تاعنا. فقط ملاحظه، البياض البيض لازم يكون بحراره المطبخ. حطيت رشه تاع الملح على داك البياض البيض، وراح نضيف فقط من 130 غرام تاع السكر. راح نضيف فقط 2 ملاعق، يعني حوالي بالنسبه لك 130 غرام حوالي 7 مغارف كبار هكاك بومبي. نضيف 2 ملاعق كبار يكونوا بومبي، ونقعد نضربها طريقه. هنا السكر فقط ضيفوه كي تطلع لكم شويه لا ميرينغ تاعكم باش تضيفوا السكر. ضفت 2 ملاعق كبار بومبي، قعدت نضرب مليح، ضربوا مليح حتى تشوفوا هذا القوام، يعني يتشكل معكم منقار تاع العصفور، يعني كي تقلبوها يقعد حاكم روحه. نحطوه بجيه ونجو نطلعوا صفار البيض تاعنا. قد نعاود نقول لكم فقط ملاحظه، البيض تاعكم الا كان متوسط ولا صغير ديروا 5، والا كان كبير بزاف كيما انا درت 4. ضفت هذيك لافاني، وضفت 5 ملاعق كبار تاع السكر، يعني كملت كامل كميه تاع السكر من 130 غرام اللي نقصنا منها 2 ملاعق كبار اللي ضفناهم في لا ميرينغ. ان شاء الله فقط تكون فهمتوني حتى تحصلوا على تقعدوا تضربوا حتى تحصلوا داك اللون. وتضيفوا الزيت بالتدريج، يعني تضيفوه بشويه وتقعدوا تضربوا مليح. انا هنا فقط زرت لا فيديو باش ما يجيش طويل وممل. بعد ما ضربت مليح هذيك الزيت نزيد نضيف الحليب بالتدريج ونقعد نضرب مليح. تقعدوا تضربوا مليح بهذه الطريقه. وهنا نستغناو على الباتور تاعنا او الضراب الكهربائي. واش نجو نضيفو؟ ضفت هذيك نصف ملعقه صغيره خميره كيميائيه فوق الفارينه، وهنا يلزم تغربلو. وراح نضيفو هذيك الفارينه والخميره يعني بالتدريج، ونقعدوا نخلطوا من الاعلى للاسفل غير بشويه بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا هنايا موضح لكم في الصوره. نقعدوا نضيفوا فارينه بالتدريج ونخلطوا من الاعلى للاسفل. هنا فقط ملاحظه كنتوا حابينها يعني بذوق الكاكاو، تنقصوا 2 ملاعق كبار من الفارينه وتعوضوها ب 2 ملاعق كبار تاع الكاكاو. انا كنت ضفت جينواز واحده اخرى على الاخير تشوفوها يعني بذوق الكاكاو، وضفتها في الطبقه الوسطانيه. وهنايا نجو نقلبوا بعد ما خلطنا ديك الفارينه في صفار البيض، خيط الصفار البيض، نحطوا لا مورينغ هذيك غير بشويه فوق صفار البيض هذاك، ونخلطوه من الاعلى للاسفل. نخلطوا فقط بشويه. هنا زربت لا فيديو حتى باش ما تهبط لكمش لا مورينغ تاعكم. وكنت شعلت الفرن مسبقا على 160 درجه 180 درجه حسب نوعيه تاع الفرن تاعكم. الا كان سخون بزاف. وجبت صينيه هنايا العرض تاعها 30 والطول 40، يعني نحط لكم المقاسات والمقادير كامل في صندوق الوصف هكا باش تفهموا مليح. هنا راح ندخلها للفرن وحطوها في الرف العلوي، غير تشوفوها بدات تحمر في الجوانب من الفوق، يعني شعلوها من الفوق وهبطوها وخلوها تبرد تماما كيما راكم تشوفوا هنا خياتي وخوتي. هذه هي الجينواز تاعنا، شوفوا ناجحه ما شاء الله، تجي عاليه شويه. وشوفوا هنا توالم الرولي، توالم بسكوي رولي، توالم الكيكات، يعني توالم اي حاجه تستعملوها فيها، يعني بزاف هايله وما تكسرش معاكم. نحطوها تبرد بجي ونجو نحضروا مباشره الكاناش تاع الشوكولا، ولكن يعني غير بالحليب فقط. بالنسبه لي ما عندوش كريمه سائله، حبيت نسهلها عليكم. درت 200 غرام تاع او 200 ملل تاع الحليب، راح نسخنه مليح ونضيف له 400 غرام تاع الشوكولا بالحليب او الشوكولا السوداء. انا ضفت شوكولا بالحليب، نخلطها مليح. بعد ما غلى الحليب ضفت له ديك الشوكولا قطعتها مليح وخلطها غير ذابت. ضفت لها ملعقه يعني كبيره، ما تكونش بومبي مليح تاع الزبده او المارغرين. راح بعد ما خلطها وذابت هذيك الزبده والمارغرين نحطها في اناء ولا كاش تبسي يعني، ونخليها نغطيها اون كونتاكت ونخليها في المجمد حتى تبرد لي مليح. راح نضيف كاس تاع شونتيي. الكاس يوزن حوالي 250 مليلتر. ضفت له مقابل تاعو كاس غربه تاع الحليب يكون بارد مثلج، لازم يكون بارد مثلج هكا باش يطلع لكم شونتي كيما راكم تشوفوها تطلع مليح. ضربتها وخلينا نعاود نرجعها هنايا للثلاجه تبرد لي ما بيد من لا جينواز اللي عندنا تبرد، ونقطعوها على حساب
الصوره اللي عندنا هذه الصوره اللي مخدومه بالكوفيت تكون كامل تعرفوها. انا صراحه كنت حابه الصوره تكون كبيره وموضحه اكثر، ولكن ما صابليش. حطيت هذه الصوره وقطعتها على حسابها. نروحوا مباشره نقولوا الكريمه تاعنا. هنا بعد ما بردت لي هذا الكراج برد لي شويه، انا صراحه ما خليتوش يبرد لي مليح ما خلوه يبرد مليح، انا ما كانش عندي الوقت، خليته يبرد لي فقط شويه. نحات له ديك شويه سخونيه، فرغته مباشره فوق الكريمه الشونتيي. تقدروا تستغنوا كامل على هذه المرحله وتضيفوا فقط كريمه شوكولا، يعني شوكولا طالع. ضيفوا حوالي 3 ملاعق كبار او 4 وزوج مغارف كبار تاع الكاكاو اللي يحب يستغنى على الكاناج. وحطيتها في لابوش. هنايا نجيو مباشره لاجينواس تاعنا بعد ما قطعتها كما راكم تشوفوا. حطوها هنايا، حطيتها فوق صينيه، وكما تحبوا تحطوها فوق الورقه تاع الكرتون تاع ذهبيه اللي خاصه بالكيكات. انا ما كانش متوفره عندي، ضفتها مباشره فوق ورقه طاي في صينيه. انا حبيت نسهلها فقط عليكم، بالنسبه لي ما عندهاش. درت السيرو. بالنسبه للسيرو درت كاس تاع سكر بجوج كيسان تاع الماء، وخيتها تغلي 10 دقائق. طفيت عليها غير تغلي حسبوا 10 دقائق، طفوا عليها وخلوها تبرد. ضفت لها لاروم تاع الكراميل اللي حيزيد يعزز في البنه، وضفت هذه وشربت مليح لاجينواز اللي عندي. بالنسبه لاجينواز ما تستحقش انها تشرب بزاف. وضفت الكريمه وساويتها. وهذه اختياري بالنسبه للكاوكاو، رحيته في الخشين يعني وحمصته مليح. تقدروا تضيفوا جوز، تقدروا تضيفوا كاوكاو لوز، يعني نتوما واش حبيتوا، كيما ما تضيفوش كامل. علاش حمصته مليح؟ باش يعطيني لو تاع تاع زبدة الفول السوداني. يعني كي تحمصوا الكاوكاو مليح وتضيفوه للكيكه تاعكم كي تستهلكوها وكانكم ضفتوا زبدة الفول السوداني. على بها قلت لكم حمصوا الكاوكاو مليح. هذه هي لاجينواز اللي قلت لكم حضرتها بالكاكاو، يعني نفس المقادير، فقط نزعت 2 ملاعق او 3 ملاعق نتوما شحال حبيتوها تكون فونسي. انا نزعت 2 ملاعق كبار بومبي نتاع الفرينه، عوضتها ب 2 ملاعق كبار بومبي تاع الكاكاو. زدت شربتها مليح. هذه طبقه ثانيه فقط. لاجينواز هذه علاش جات شويه خشينه؟ لانه ضفت لاجينواز فرغتها في صينيه تكون شويه صغيره، جات شويه عاليه. شربتها مليح وضفت لها الكريمه، ساويتها مليح. واني درت كما راكم تشوفوا درت شويه فراغ في الوسط، يعني في الوسط فرغتها شويه، وفي الجوانب عليتها. علاش؟ لانه حنضيف لها هذا المعجون تاع فراوله كما راكم تشوفوا هنا. زدتها واحد للبنه. انا هذا المعجون تاع فراوله نخدمو نحطو فيه علبه كل كونتيتي نحطها في علبه باش نحطها في الكيكات. تقدروا تشروه واجد، لكم الاختيار. يعني هذه اختياريه فقط. ضيف لها بنه ما شاء الله. ضفت لاجينواز الثانيه كما قلت لكم. درت 3 لاجينواز. اللي حبت الكيكه تاع عيد ميلاد تكون هابطه على هكا دير فقط زوج، يعني نتوما كيما حبيتو. انا ضفت 3 طبقات. شربتها شويه وراح نضيف لها الطبقه الاخيره تاع الكريمه. راح نساويها ماشي حنخشنها الطبقه الاخيره، لانه حنضيف لها ديك التصويره تاع الكوفريت. راح نساويها بهذه الطريقه وندخلها المجمد حوالي 20 دقيقه حتى تحكم روحها، ونضيف لها التصويره. انا فقط هنا جانا خبر تاع وفاه نبأ وفاه جده زوج تاعي، ربي يرحمها ويغفر لها ان شاء الله ويجعلها من اهل الجنه ويصبرنا على فراقها. انا فقط كنت ناويه ندير كريمه الشونتي، يعني ندير تزيين اخر من الفوق. ما كانش عندي الوقت، قلت لكم جانا خبر على فجاه. واش ضفت هذيك الكريمه اللي درناها في الوسط، كملت زينت به من الاعلى. انا كنت عاود نطلع على شونتيي وندير نصف لون زهري ونصف لون ازرق، وندير تزيين يعني من الفوق، نزين به من الفوق والجوانب تزيين اخر. قلت لكم جانا الخبر على فجأة، وحبيت فقط نكمل هذاك التزيين باش بنتي تشوف بلي حضرت لها كيكه ميلاد وفرحها. وبالنسبه لعيد ميلاد حضروه والديا عندهم في المنزل وفرحوها عندهم في المنزل، لانه كانت عندنا هنايا وليمه تاع فينا. بعثت بناتي مع الام تاعي والاب، هما اللي فرحوها. ربي يفرحهم كيما فرحوها ويطول لي في عمرهم. وكما قلت لكم حنا كانت عندنا تفينه في المنزل ما كاش كيفاه. فقط ما قسمتش معكم الكيكه، اتاسف بزاف، ولكن لا باز هي في لاجينواز وفي الحشوه. ان شاء الله تعجبكم الطريقه، ولا عجبتكم ما تنساوش بلي جام.